ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل صيف وانتم كويسين. النهاردة هنتكلم عن فيلم من افلام الصيف. يلا نشوف هنتكلم عن فيلم ايه. يلا بينا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة فيلم شمس. انتهى صناع فيلم شمس من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني من التصوير نهائيا، واللي امتدت فترة تصويره ما يقرب من تقريبا شهر ونص. يعتبر العمل هو أول تعاون بيجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا. بتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض حوالين خالد اللي بيستيقظ فبيلاقي نفسه في مكان غريب قريب من شكل المتاهة، وبيتقابل مع مجموعة من الأغراب اللي فيهم امرأة غامضة اسمها شمس. والفيلم مأخوذ عن رواية شمس مبابة للكاتب والروائي طلال الطريفي. الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الإتريبي ومحمد سليمان وعلاء مرسي. الفيلم من إخراج معوض إسماعيل والمعالجة الدرامية للروائي طلال الطريفي، وسيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القشتي. كما طرح الفنان مسلم أحدث أغانيه اللي بعنوان ما بهربش من كلمات وألحان مسلم ومن توزيع بيتر سمير، وإخراج مخرج الفيلم معوض إسماعيل، وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي شمس المقرر عرضه بالسينمات قريبا. والأغنية فيها مشاهد من الفيلم بتجمع بين مسلم وبين الفنان محمود عبد المغني أحد أبطال الفيلم. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. شكرا يا شباب.